الفيلم بيبدأ براجل اترفد من شغله وكان رايح بيت طليقته الساعة 4 الفجر عشان الخاينة اتجوزت عليه بعد لما رفعت عليه قضية خلع، وخد معاه جيركن بنزين وراح عشان يفولهم، وخبط عليها هي وجوزها الجديد ودخل وقتل جوزها، وبعديها قتلها وولع في البيت وخد عربيته ومشي. وبنروح لريتشل لسه صاحية من النوم وعايشة مع ابنها واخوها فريدي وخطيبته، وهي قاعدة عند اخوها عشان هتتطلق من جوزها، وبتاخد ابنها توديه المدرسة قبل ما تروح شغلها. وهي في الطريق بتلاقي الطريق زحمة جدا وتقول لابنها كال يشوف الطريق الدائري لو فاضي، وبيشوفه بيقول لها فاضي وبس مش مضمون لانه بيتزحم بسرعة. قالت له مادام دلوقتي هو اسرع حاجة يبقى نطلع عليه، وفعلا طلعوا على الكوبري وبرضه لقوه زحمه جدا. وجالها مكالمه من المديره بتاعتها وقالت لها في شغل كتير جدا النهارده، ما ينفعش تتاخري. قالت لها اكيد بس الطريق زحمه، ممكن اتاخر 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. قالت لها انت كل يوم بتتاخري. ريتش انا اسفه اني هقول لك كده بس انت مرفوضه، وقفلت السكه في وشها وزعلت جدا انها اترفضت وحست انها بتمر بيوم سيء جدا. اتقال انت لسه شفتي حاجه؟ وبعدها قررت تروح على المخرج بتاع الدائري. وقفت في اشاره والاشاره بعديها بتفتح، بس العربيه اللي قدامها ما اتحركتش وفضلت واقفه، وهي فضلت تشتمه بكلاكس العربيه وتقول له تبا لك بالكلاكس. وبعدها طلعت من جنبه ومشيت ووقفت في الزحمه تاني، وهو جه وراها وخلى ابنها يفتح الشباك وقال لابنها اكيد والدتك تقصد تعرفني انها عاوزه تعدي وما كانتش قصده تشتمني. قالت له لا انا كنت قصده، الاشاره كانت خضراء وانت كنت واقف. قال لها عندك حق، انا كنت بمر بيوم سيء جدا النهارده وانا اللي غلطان اني وقفت، انا اسف جدا، ممكن تقبلي اعتذاري؟ قالت له اكيد. قال لها ممكن تعتذر انت كمان ونفتح صفحه جديده؟ قالت له مش هعتذر، انت اللي غلطان. قال لها انا كنت بمر بيوم سيء جدا وانت عمرك ما مريتي بيوم سيء زي ده، بس هتكتشفيه قريب وما تعرفش يا عيني اللي هيحصل لها. وهي ماشيه طلع من جنبها بسرعه ووقف قدامها، وهي فضلت واقفه لحد لما يبعد عنها، وخدت ابنها وراحت توديه المدرسه. وليها صديق محامي كان بيكلمها عشان قضيه الطلاق بتاعتها، وقالت له ان هي اترفدت من الشغل واتاخرت عن ميعاد مدرسه ابنها، وفي واحد مجنون كان بيطاردني النهارده. قالت له لو نتقابل في مكان نتكلم مع بعض شويه وبعدين نتكلم في موضوع الطلاق بتاعي. قال لها خلاص ماشي وهبعت لك عنوان المطعم، وبعدها بعت لها عنوان المطعم. وهي كانت رايحه له ودخلت اون ذا رن بتاع امريكا تجيب حاجه تشربها، وهي بتحاسب بتلاقي الراجل اللي كان بيطاردها واقف بعربيته بره، وبتعرف الناس ان الراجل ده بيطاردها من الصبح. وسالوها بيطاردك ليه؟ قالت لهم كنا واقفين في اشاره ومرضاش يتحرك فشتمته بالكلاكس. قالوا لها تحب نكلم الشرطه؟ الولد اللي في السوبر ماركت قال لها عقبال ما يجوا هياخدوا وقت، انا هخرج معاكي اجيب لك رقم العربيه، ولو مشي وراكي تاني كلمي الشرطه. وخرج معاها وقال لها على رقم العربيه، وهي ركبت عربيتها ومشيت. والولد دوت وقف قدام عربيه اللي بيطاردها وقال له انسى الموضوع، هي ما عملتلكش حاجه، بس راح شايله بالعربيه وحدف الواد ومات. وفضل يجري وراها وهي كانت بتدور على التليفون بتاعها تكلم الشرطه بس ما لقتش التليفون، وفضلت تجري منه. وبعديها حصلها وطلع خد التليفون بتاعها وهي بتشتري حاجات من السوبر ماركت، وهربت منه ما كانتش عارفه تعمل ايه، واستخبت في مكان عشان يكون بعيد عنها. وبعديها بنروح لأنجي صاحبها المحامي، وكان قاعد مستنيها في المطعم، والشخص دوت بيكون عارف مكانه عن طريق الرسائل اللي على تليفونها، ويروح يكلمه ويقول له انا اسمي توم وصاحب ريتشي من زمان، وقالت لي انك قاعد هنا مستنيها. وقعد معاه وقال له ان ريتشل زعلانه من فكره الطلاق جدا، انت عاوزه تتطلق ليه؟ عشان الفلوس؟ قال له لا، لان جوزها شخص فاشل وبيترفد من كل شغل بيروحه. قال له معنى كده انهم يتطلقوا؟ يعني عمره ما خانها ولا اتخانق معاها ولا ضربها، بس لمجرد ان هو مش لاقي شغلانه تطلقها منه؟ وانجي ما عجبوش الكلام دوت وكان ماشي. وتوم قال له انا هقدر اكلم ريتش على رقمها الجديد. وبعدها بيرن على ريتش وبتلاقي تليفون في العربيه بتاعتها، وتعرف ان توم حط لها التليفون دوت عشان يعرف مكانها بيه ويعرف يتواصل معاها. وكلمت انجي وقال لها انا قاعد مع واحد صاحبك اسمه توم، ولسه هتقول له ان الشخص دوت هو اللي كان بيراقبني. توم بياخد التليفون منه ويقول لها انت عارفه انك وحشتيني؟ قالت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لها عاوز اعلمك درس، ان الانسان ساعات بيمر بيوم سيء جدا ويوم صعب جدا، وعاوزك تشوف اليوم السيء دوت عامل ازاي. انا عديت بيوم سيء جدا وكنت محتاج شخص واحد بس يعتذر لي ويتعامل معايا بطريقه لطيفه. واندي بيقول له هات التليفون وبيخبطه بالمج اللي قدامه. وبعدها بيقول له انت محامي طلاق، اللي زيك مش لازم يعيش، بتطلق الناس وبتحرمهم من عيالهم عشان خاطر الفلوس؟ محامي زيك طلقنا انا ومراتي الله يرحمها، وشده من الجرافته بتاعته وقال له في دبانه على ظهرك، وبعديها شالها له. وكمل كلامه مع ريتشل وقال لها انت عارفه انا بقيت مشهور، انا وانجي هنطلع في التلفزيون كمان شويه. قالت له انت عملت ايه؟ فين انجي؟ قال لها تعرفي لوحدك. وبعدها كانت هتكلم الشرطه وهو فضل يبعت لها رسائل من تليفونها، ورن عليها وقالت له انها كلمت الشرطه. قال لها بقول لك انا بقيت ترند، انا وانجي هنطلع كمان شويه على التلفزيون، وقال لها احنا هنلعب لعبه مع بعض، انا هموت حد من على تليفونك، ايه رايك في طليقك؟
قالت له ده ابو ابني. قال لها طب اخوكي؟ قالت له لا. قال لها خلاص يبقى ابنك. قالت له اختارني انا. قال لها مش هينفع كده، هتبوظي اللعبه، انا هختار اسم عشوائي من التليفون بتاعك لإلا تقولي لي على اسم معين. وبعدها اختارت اسم المديره بتاعتها عشان رفضتها الصبح، وقال لها هي في العنوان اللي متسجل عندي؟ قالت له ايوه، وقفل معاها. وهي كلمت الشرطه وقالت لهم عاوز اعمل كذا بلاغ عن ناس معرضه للقتل. والشرطه راحت عند بيت مديرتها ما لقوهوش هناك. واخوها كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وشاف توم واللي حصل على التلفزيون، وبينده على خطيبته ما كانتش بترد عليه، وقام يشوفها لقى عربيه توم مركونه بره، وجاب سكينه وفضل يدور عليه. وبعدها طلع له كان معاه خطيبه فريدي وقال له انت اخو ريتشل؟ قال له ايوه. قال له ينفع اللي اختك عملته تقول لي تبا لك بكلاكس العربيه؟ قال له احنا اسفين، انت بتعمل ده كله عشان كلاكس عربيه؟ قال له عشان اعلم اختك درس. وراح حدف عليه خطيبته وخلاها هو اللي يقتلها بالسكينه اللي معاه، وقال له شفت اختك وصلتنا لايه؟ وريتشل في الوقت دوت كانت رايحه تطمن على ابنها في المدرسه، ولما وصلت المدرسه بعت لها صورته مع اخوها وكلمها في التليفون وقال لها جيب ابنك من المدرسه وكلميني لا هقتلك اخوكي. وفعلا دخلت المدرسه وجابت ابنها وخرجت وكلمته وقالت له ابني معايا. قال لها خليني اسمع صوته. ولما سمع صوته قال له خالك عاوز يوصل رساله لوالدتك، وخلى اخوها يقرا كلام كان كاتبه، وقال لها انت السبب في موت ماري واندي، وانت اكتر انسانه انانيه في الدنيا، وعاوز اقولك ان الستات كلها ما بتعرفش تسوق وانت اولهم. وبعدها دخل عليهم ظابط عشان هي كانت مبلغه ان حد يروح ينقذ اخوها، وتوم ولع في فريدي وجه يهرب، الظابط ضرب عليه نار وحاول ينقذ فريدي، وهي حست ان اخوها مات. وبعدها توم كلمها في التليفون وقال لها اخوكي كمان مات وانت السبب في موتهم كلهم، وهي رمت التليفون واتكسر. وبعدها كانوا رايحين على مركز الشرطه عشان يبقوا في امان، وهما في الطريق ابنها سالها وقال لها هو عارف منين انك جايه لي المدرسه؟ اكيد بيراقبك. قالت له ممكن من التليفون بتاعه. قال لها مش هينفع لانه قديم، ممكن من التاب بتاعك. وقالت له دور عليه، وفعلا لقاه وكان عاوز يرميه. وهي قالت له شوف مكان التليفون بتاعي، وبيدوروا على مكان التليفون بتاعها بيلاقوه جنبهم، وبيعرفوا ان هو بيراقبهم. وبتشوف قدامها عربيه ماري خطيبه اخوها، وهو بيعمل نفسه مش شايفهم وهم كمان بيعملوا نفسهم مش شايفينه، وبيعدوا من جنبه وبيلاقوا عربيه شرطه قدامهم وبيحاولوا يلفتوا انتباهه، بس قبل ما يكلمهم بيجي توم وبيخبط العربيه بتاعته. وبعدها الضابط بيبعت للقسم بتاعه لا كده خلاص مش هيبعت، وبيتصلوا بالطوارئ وبيعرفوهم ان الراجل اللي قتل واحد في المطعم بيطاردهم، وقالت لهم على مكانها، وقالوا لها مش هنقدر نجيلك دلوقتي لان حصل حادثه على الطريق السريع والطريق دلوقتي مقفول. والتليفون بعدها بيفصل، وفكرت بسرعه انها تروح بيت والدتها وتطلب الشرطه من هناك، وهو ما كانش سايبهم وعمال يطاردهم. ودخلت بسرعه الكومباوند اللي فيه بيت والدتها، ووصلت عند البيت وهو فضل يدور عليها وما كانش يلاقيها. وابنها دخل البيت واتصل بالشرطه، وهي دورت على اي حاجه تحمي نفسها بيها، وبعدها لقت مقص في شنطتها. وابنها طلع استخبى في مكان سري في البيت، وهي حطت عربيتها في مكان مكشوف عشان هو يشوفها. وهو شاف العربيه ووقف يفكر هيعمل معاهم ايه. وهي خدت عربيه والدتها وخبطته بيها واتمنت ان هو يكون مات وتخلص بقى. وبتبص على العربيه بتاعته وهو جه من وراها وضربها، وقال لها انا عارف ان هدخل السجن بس الوش دوت عمرك ما هتنسيه، عشان انا هقتلك ابنك وهتفضلي فاكراني طول عمرك. وضربها ودخل يدور على ابنها وما كانش لاقيه، والولد من خوفه خبط حاجه جنبه، وهو سمع الصوت جاي من الدور التاني وطلع يدور عليه. وهي قامت وطلعت لابنها، بس هو كان خلاص سمع صوتهم ودخل جاب ابنها وتعاركوا مع بعض. بس تعمل ايه حمامه مع طائر الرخ؟ راح مطيرها ومسك حبل وكان عاوز يخلص على ابنها، بس هي استجمعت قوتها ولقت المقص اللي كان معاها وقالت له مش هناك. قال لها ايه؟ قالت له العب باليه، وراحت غارزه المقص في عينيه. وجه يقوم تاني قالت له ما تموت بقى على ابو شكلك، وراحت ضرباه في عينيه تاني. واخيرا قتلوه، والشرطه جت واطمنوا عليهم. والظابط اللي انقذ فريدي قال لها ان اخوكي لسه عايش وهو في المستشفى دلوقتي. فرحوا جدا وكانوا رايحين له المستشفى، ووقفوا في اشاره والاشاره بقت خضراء، وجت تعدي ولقت عربيه في وشها كسرت الاشاره وكانت لسه هتشتمه، مسكت نفسها. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناه ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.